إذا أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أخبار الطريق. دائما معي سي بسام. اسمعني مساء النور سي بسام ونهارك مبروك. سي محمد، تحياتي لك وشكرا على الاستضافة، وتحياتي كذلك للمشاهدين الكرام، وتحياتي لكل المتابعين أينما كانوا. المتابعين والمتابعات، سي زهير نهارك مبروك ومرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوة معنا. الله يبارك فيك، شكرا، تحية لكم. زهير سائق مهني ورئيس المكتب الإقليمي لإقليم الحاجب التابع للاتحاد جمعية مهنية النقل بالمغرب، وأيضا عضو في جمعية السلامة للنقل الطرقي بويسلان أو نقل بمكناس. إذا كاين بزاف ما يتقال، بزاف ديال المواضيع اليوم اللي غادي نناقشوها. مشروع القرار الوزاري الذي أحدث ضجة، فاليوم غادي نوقفوا عليه وغادي نناقشوه. فربما العنوان ديالنا هو يكون توضيح حول إمضاء مجموعة من الهيئات على مشروع قرار الوزارة. تقال موراه بزاف ديال الهضرة، غادي نناقشوا، غادي نديروا توضيح. يكون معنا اصلا ايضا سي نجيب اللي هو رئيس المكتب الجهوي ديال جهه الشرق توريد، غادي يوضح لنا. نبداو معك سي زهير ولا مع سي بسام؟ مرحبا، كيف مالك؟ نبداو معك تا سي زهير. مرحبا. اعطينا مستجدات هذا القطاع بصفه عامه عاد باش ندخلوا في السلاق. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. كبدايه ديال هذا القرار اللي جات به الوزاره، هو بعد التعريف ديالو هو واحد المشروع ديال الولوج الى المهنه، مشروع قرار وزاري ديال الولوج الى المهنه والبقاء فيها، اللي جابته الوزاره. هو عنده واحد المراحل اللي ربما جات من 2018، ودازوا عليه اجتماعات، دازوا عليه حوارات وندوات واستشارات وتدخلوا فيه اطقم يعني اللي هي تقنيه وعندها كفاءات في هذه المسائل هذه. وجبتنا واحد المشروع اللي كان وليد الفجأة، واخا هو انه عنده واحد المرحله تسلسليه من 2018، حيت البعض السيزور كيقول لك واش جا بشكل مفاجئ ولا مباغت؟ لا، باش تكونوا عارفين من هو جا كيف قلت لك بالتسلسل من 2018. كانت عليه شي اشارات بالله جاي واحد القانون، جاي كذا كل واحد يشد قنته بالعربيه. ولكن في هذه المرحله الاخيره وفي الاونه الاخيره جا وليد الفجأة، الوزاره صدمتنا به ودازوا عليه شي. المهم داكشي غادي نعرفوا في الحوار. دابا عطينا رايك فيه، رايك في هذا مشروع القرار الوزاري. شنو هو بعد هذا المشروع الوزاري؟ هذا المشروع الوزاري جابتنا الوزاره وكانت دارت لنا واحد المسوده، حطت لنا فيه واحد 5 ديال النقاط، من بينهم كيفاش غادي تدخل قطاع النقل، اللي هو في الاساس من خلال المفهوم ديالها هو قطاع لوجيستيكي، وفي ارضيه الواقع هو قطاع نقلي للبضائع. يعني جابت لك واحد المسائل، واحد الشروط ديال اللوجيستيك اللي ما كتوفرش عند المهنيين. ماشي ما كتوفرش عند المهنيين، الوزاره اصلا ما موفرهمش المهنيين. دارت لك الاحداث ديال اللوجيستيك، من بينها مثلا باش تكسب واحد الكاميو خصك يكون عندك واحد راس مال اللي هو فوق الخيال، كيزيد لقدام. خصك تكون عندك واحد المبلغ اللي هو خيالي منه، هذا كحد ادنى. اضيف على ذلك الناس اللي غادي يتكلفوا لك مثلا بهذه المقاوله النقليه خصو يكون واحد مالك منزل، ما عندوش مثلا، ما خصوش يخطا، ما خصوش بزاف ديال الحوايج. يعني اون فوا اسمح لي غادي نقاطعك، يعني اون فوا غادي اسمح لي غادي نقاطعك، خليني نكمل هذه الفكره هذه بعدا. يعني اون فوا غادي يوقع واحد الخطا، المقاوله ديالك انا مثلا هو المسؤول على المقاوله ديالك النقليه، اون فوا غادي يوقع لي واحد الخطا مثلا، ما الانسان راه في الدنيا راك عارف ما عرفتش شنو يقدر يحدث. اون فوا يوقع لي انا خطا، المقاوله ديالك اللي كنجريها انايا مهدده بالموت، بالزوال. سي محمد سقط ليه المقاوله ديالو، علاش؟ فلان خطا، فهمتي؟ يعني هذا في حد ذاته واحد الكريتير اللي هو كيجمع شي شويه قطاع النقل. اضيف على ذلك القضيه ديال الطوناج وبزاف ديال المسائل اللي هي يعني شروط تعجيزيه اللي هي خصها تكون، هي ماشي خصها تكون، هي كاينه في النظام اللوجيستيكي ماشي في النقلي.
ماشي في النقل. يعني الباركينات، يعني كل واحد غادي يهز سلعته، كل واحد فهمتي، كل واحد غادي يمشي في الدومين ديالو، صحاب الصغير صغير وصحاب الكبير كبير. اضيف على ذلك هاد المقاوله النقليه خصها تكون عندها واحد المجموعه ديال المركبات كنديروا لها باش فهمتي. بطبيعه الحال يحدد لك واحد المجموعه ديال المركبات باش نسميوك مثلا سي محمد نقلي للبضائع، مقاول نقلي ديال البضائع. هذا هو اللي كاين. يعني كرأي شخصي الوزاره خصها تصيد شي شويه، بأن تعيد النظر وتحيل يعني مجموعه من نشوفوا شنو عليها عاد، الأمور. نشوفوا شنو عليها عاد، نشوفوا شنو ليها عاد نشوفوا شنو ليها. يعني شنو خصها توفر هي نقدر نرجع النقليه لك السي زهير، ندوزو عند سي عبد السميع لي. واش ندوزو ليك ولا ربط اتصال اولا بالسي نجيب اللي غادي يكون معنا وغادي يكون نقاش؟ السي محمد كنظنوا نشوفوا السي نجيب الا كان على الخط، نستدركوا الوقت وناخذوه ومن بعد نرجعوا للنقاش. السي نجيب اهلا بك. اهلا وسهلا سي محمد. سي نجيب تحيه لكل الاخوان الحاضرين في البرنامج. بالفعل سي نجيب نذكر رئيس المكتب الجهوي ديال جهة الشرق للمكتب الاتحاد العام النقل الطرق بالمغرب. السي نجيب، مجموعه من الامور خصها توضيح، مجموعه من المواضيع ربما يعني لاحقها جدل كبير بخصوص يعني حول امضاء مجموعه من الهيئات على مشروع قرار الوزاري. نريد توضيح منكم السي نجيب. البعض كيقول ان هناك خيانه، يعني فانتم غتوضحوا لنا اكثر سي نجيب. سي محمد مشكور، تحية لكل الإخوان. وبالمناسبة فعلا كاين هناك آراء وكاين هناك انتقادات في المجموعات الواتسابية خصوصا، وفي المجموعات في الصفحات الفيسبوكية أو في صفحات الإعلام كما كنقولوا الغير رسمية، في خصوص ما جاء في القرار الوزاري في المدبرة الوزارية على حسب وزارة النقل. المشروع ديال الإقصاء كما سميناه في الحلقات السابقة كان هناك مجموعة من الهيئات اللي كان الاختلاف. احنا ننتقد، بالنسبة لاتحاد جمعيات مهنية النقل المغرب ننتقد كل مكونات الاتحاد، كل هياكل الاتحاد على وسائل الاعلام على ذاك المجموعات ديال الواتساب، يعني كيفاش كيعالجوا هذا الامضاء او التوافق مع الوزاره على حساب الامضاء الموافقه على المشروع. فهنا كاين المجموعات يعني اللي عندهم نقص في درايه الموضوع او درايه المشروع، يعمدون الى التحريف والتغطيه، يعني لو شي تغطيه جزئيه، ما عارفينش المشروع كله، ما قراوش في المشروع. ما كان هذا نقص يعني اما نقص في المعرفه ولا غايه، وربما كان هناك تدليس سي نجيب، كان تدليس بالنسبه يعني كان تدليس، كانت تغطيه جزئيه، لان كيعرفوا سطر باش يعرفوا صفحات. هناك صفحات في المشروع، كاين 7 صفحات في المشروع. لذلك ان كان واجب على الاخوان كلهم الممثلين الاخوان باش يعرفوا المشروع، يعني المجريات ديال المشروع من اوله الى اخره. السي نجيب، يخرج الانسان بكلمه ولا يخرج براي. السي نجيب اسمح لي غير نذكر المشاهدين الكرام ونذكر السي محمد حدايا بالله اول اللي خرج هذاك البيان وديك المذكره، راك انت قلتي في المجموعه ديالنا ديال الجروبات اللي هما الاخوان تيريو هذاك الفورميلي وقراوه. راه مازال كنشهد بالله قلتي لهم ما غنناقشوا مع العلم. حنا كنا كنناقشوه مع الاخوان الرؤساء المكاتب ورؤساء المكاتب الجهويه والاقليميه ورؤساء الجمعيات، وقلتي لهم خصكم ما نناقشوا هادشي حتى تجبدوا هذاك الفورميلي وتقراوه. هذا كنشهد لك انا به فعلا، اول من اللي قال خص تجبدوه وتقراوه عاد باش نتفاهموا. شكرا السي نجيب على هادشي وكمل. نكملوا السي نجيب. كان هناك تدليس من طرف البعض لان ربما لم تكن المعلومه متوفره او لم يجتهدون من اجل يعني قراءه المعلومه بشكل جيد، وبالتالي فكان هناك يعني تدليس لمجموعه من الناس اللي هم في الميدان. مشكور فعلا السي عبد السلام، مشكور لهذا الاشاره هذه. فعلا كنا نبهنا الاخوان في المجموعات بالنسبه للممثلين ديال الهيئات اللي عندنا في الاتحاد،
يعني على حسب هذا المشروع هذا باش نشوفوا فعلا الكلام ديال السي اسلام صحيح. تحيه لك السي محمد على هذا يعني هذا الاشاره هذه مشكورين. اللي بغيت نقول لك هو كان واحد المعرفه يعني جزئيه للمشروع من مجموعه ديال الناس، ولكن كان نقاشات بزاف لدرجه ان في المجموعات الواتسابيه كاين واحد النقاش كبير بزاف، ولكن كانت المعرفه جزئيه، ما كانوش الناس عارفين. الوقت اللي خرجنا وصلحنا تقريبا 60% من المشروع، عاد تبين بان هذا المشروع هذا كان اقصائي بالدرجه الاولى، وكانت هذه كانت كان مصير حتمي لا مفر منه. لان علاش هذا المشروع هذا كان متفق عليه من 2018 وكان في الكواليس، ولكن خرج للوجود. لان علاش خرج للوجود؟ كاين واحد المجموعه، اما عدم الفهم واما كانت غايه في نفس العقوب كما شرحنا هذا الشيء من قبل. لذلك الاخوان الكرام يعني دهشوا ولا منين خرجنا يعني بالشرح ديال هذا الشيء هذا، غالب الاخوان المهنيين ما تفهموش وما تقبلوش هذا الشرح هذا، فلذلك هم خرجوا بالاساءه وخرجوا يعني بواحد المجموعه في المجموعات الواتسابيه، خرجوا يعني الاساءه الاخرين بهدف الاضرار بهم او التراجع. يقولوا بان احنا كنا يعني كنا ما عارفين وكنا هادشي هذا، ولكن الله يعلم ما في القلوب. احنا هادشي هذا كنا يعني خارج عن الاراده، لان ما دام ان كاين 36 هيئه 35 اللي موافقه، فالهيئه الوحيده اللي بقات اللي كانت على علم، ولكن لا يعني لا حيلة بايدينا احنا باش نغيروا الحاله ديال هذا المشروع. ما يمكنش نغيروا فيه الحاله. ربما هاد الناس اللي خرجوا داروا تدليس ومجموعه من التغليط، فين كانوا يعني منذ ان كان يعني المشروع؟ حيت عارفين المشروع القرار من 2018 وهو يتدرج يعني في اللجان الى غير ذلك. فين كانوا باش ما شرحوش يعني هذا الامر حتى لدابا عاد ناضوا كيقولوا وكيدلسوا الناس وكيغلطوا في مجموعه من الامور؟ سي نجيب. السي محمد، هما في الوجود كاين حاضرين في الوجود، ولكن المعلومه ما كانتش حاضره عندهم. فعدم يعني الدقه في المعلومه بالنسبه لهاد الناس اولا وقبل كل شيء هو الانسان يكون يبحث على القرارات المستقبليه والقرار، لان الانسان اللي كيكون مثلا ملم او يكون الانسان مسؤول في واحد الهيئه كما بغات تكون سواء النقل ولا ما غير النقل، واجب عليه يكون يبحث في المعلومه المستقبليه والمعلومات اللي تكون يعني فغالب المهنيين يعني كاين عدم الدقه في المعلومه، وكاين غياب التوازن والحياد يعني لعدم وجود يعني معلومه كافيه باش نفهموا للناس، ولو ان كنقراو المشروع ولو ان المجموعه ديال المهنيين كيقراو المشروع، ولكن لا يبالون لا يعني ما كيديروا حتى شي قيمه. كيقولوا بان هذا الشيء هذا ممر كرام، ما يمكنش يكون. وهو كيكون الفرق ما بين القرار والفرق ما بين يعني الاتفاق، والفرق ما بين يعني هذا الشيء هذا يعني غياب المعلومه. هذا هو اللي كاين السي محمد. بالفعل هو البعض يصيغ يعني القرار او يوضح القرار حسب هواه ومصالحه. على اي نشوفوا السي عبد السلام اسماعيل، واش عندك شي سؤال ولا بس غير سي نجيب اللي بغيتك توضح بالنسبه للاتحاد وقعت اخيرا، وهي اخر من توقع بعد ما يفوتناش السي نجيب نشكروا رئيس الاتحاد السي علال الكثير على المجهودات وعلى الاستدراك اللي استدرك اخر لحظه باش غادي يوقع هو باش يبقى في الهيئه. هذا هو السؤال اللي بغيت نوجه لك السي نجيب، واش كون ما وقعناش اش غيوقع؟ السي اسلام فعلا بعدا كما مشكور على الاشاره التحيه للسيد رئيس الكثير، مشكور على السي اسلام على هذه الاشاره. تحيه لكل الاخوان في كل الهياكل التنظيميه في الاتحاد، تحيه لكل رؤساء المكاتب الجهويه ورؤساء المكاتب الاقليميه وكل رؤساء الجمعيات، تحيه لكل الاخوان الصاهرين على هذا البرنامج. السي اسلام السؤال اللي وهو ان شنو كان يوقع، فالمصير حتمي شنو كان يوقع، لان هذا هو الشكل الديمقراطي في الشرعيه. ما دام ان جا واحد القرار وصوتت 35 ضد هيئه واحده، يعني النتيجه كانت باينه. اما كاين السحب واما كاين بالنسبه لاقصاء الهيئه ككل.
فعوض ان باش نقصيو مثلا حنا غادي نغامروا بالاقصاء ديال المركبات، نزيدوا نغامروا بالاقصاء ديال الهيئه، وهذا لا يمكن، ما يمكنناش حنا لان بالنسبه للوزاره، الوزاره مستغنيه على الناس المعارضين، ما دام ان كاين 35 موافقه للقرار وغادي نبقاو حنا غير موافقين، فهذا توازن كبير بزاف بيننا وبين الناس الموافقين اللي عندما قلنا الاسباب اللي وافقوا عليها ما عرفناش الاسباب باش وافقوا مع المشروع. احنا كان عندنا الخيار هنا، الخيار هو ان نمشيو مع يعني مع السرب ونشوفوا البديل الذي نشوفوه غادي نعلنوا عليه مستقبلا. من بعد حلقه الحل سي نجيب البديل من بعد غادي نتكلموا عليه وغادي نخصلوا حلقات حيت ان شاء الله. هذا هو اللي ما دام ان طحنا في هذه الورطه هذه وطحنا في التوافق مع الهيئات الاخرين اللي كنا معارضين، ف يعني اما مصيرنا كان الا كنا مشينا في المعارضه، اما مصيرنا الزوال ونخرجوا من الساحه النضاليه، وبالتالي غادي تقصاو المركبات ونتقصاو حنا ونكونوا معرضين يعني الخروج من الساحه النضاليه. هذا لا مفر منه. واما نمشيو مع الستار ونشوفوا الحلول. فاحنا ان شاء الله غادي نبقاو في الساحه النضاليه وغادي نواكبوا الساحه النضاليه ضروري، لان هذا هو الاهم. بالفعل هذا هو الملتقى ديال اتحاد الجمعيات الامانه اللي شديناها مع المهنيين، وغادي نمشيو الحلول البديله في هذا المشروع هذا، لان كاين حلول ضروري هذه تكون حلول. يمكن الله اعلم الحلول هذه تكون ناجعه ان شاء الله، غادي نشدوا بها الصداره كما شادين احنا الصداره في الحوار مع الوزاره، غادي نبقاو شادين الصداره بالحلول الناجعه ان شاء الله. شكرا لك سي نجيب، شكرا لك سي نجيب على التواصل ديالك والخروج ديالك الاعلامي معنا في هذه الحلقه من اجل توضيح الكثير من الامور. شكرا لك ونلتقي ان شاء الله في حلقه اخرى. اذا سي عبد السلام اسماعيلي، ربما السي نجيب تكلم اذا كان هناك الامتناع على الامضاء كان سيكون الاقصاء من الجلوس على طاوله الحوار مع الوزاره، وبالتالي فغادي يتنازلوا على حقكم يعني النضالي في مجموعه من الامور. لا هذه باينه، وفعلا اخيرا استدركت الاتحاد وبالحكمه ديال الرؤساء ايهام ماشي غير استعلاء الكثير، انما راه 16 استعلاء الكثير مع بعض اللي هو كيدير فيهم انتقاء، واغلبيه ديال الرؤساء ديال المكاتب 16 معهم على الخاص وخاض الراي ديالهم. الاغلبيه حتى هو شاف الاغلبيه كلها قالت له مضي، راه مضى، حيت راه ما دارش شي حاجه من راسو، وانما راه 16 مع الاغلبيه ديال الاخوان اللي في الرؤساء المكاتب والجهات. غير اللي بغينا نقولوا هنا فعلا انا كنوافق السي نجيب الراي وكنشكروه لضيق الوقت. السي نجيب في هذه الحلقه هو باش ودعناك، اما راه مازال عندك ما تعطي، حنا عارفين هذه الامور. بالنسبه لي انا اللي غير بغيت نزيد نضيف، فعلا كون ما كناش الوزاره غادي تنهج واحد المنهاج راه باين، وهو غتخليك ما غاديش تطردك، ما غاديش وانما ما غتستدعيكش الجلسات الحواريه، وهذا هو اللي غادي يكون عند الراي ديال الوزاره احسن. ومع العلم الوزاره كان غاديه في واحد المنهاج ديال نقص من المكاتب، يعني تقليص من المكاتب او الحواريه. ربما كتقول هي غتخلي 6 ديال المقاعد ولا 7 ديال الهيئات هما اللي غادي يتحاوروا في الوزاره، 36 بزاف عليها. شكرا لك عبد السلام اسماعيلي. ندوزو عند زهير. سي زهير، ربما بعد الذي قيل ويقال وبعد الكثير من الأمر وجاء بعده توضيح، إلى أين يتجه قطار النقل بالمغرب في ظل يعني ما تعرفه الساحة الآن من جدل كبير حول مجموعة من القوانين؟ سي زهير زهري، ولك يعني الكلمة وانت ملم بشكل كبير. شكرا أخي محمد. غير باش قبل ما نجاوب على السؤال نكمل على اللي قال السي نجيب مشكور، واللي قال السي عبد السلام كذلك الرئيس ديالنا هو مشكور. احنا فاش مضينا ما فيهاش خيانه هذه، والسي علال الله يجازيه بخير فاش بغى يمضي راه ما مضاش مديته لراسو، يعني راه مارسنا حق الديمقراطيه في الاتحاد ديالنا. تشاور سي باش هذه شهاده نشهد له بها، يعني ما دارش واحد الانانيه ولا خيانه ولا لا ابدا. قام بالاستشاره مع مجموعه ديال الاعضاء اللي كيتيق فيهم هو كيف قال السي عبد السلام، استشار معهم. حنا من الجهه ديالنا تندافعوا على القطاع، فاش شفنا ان الدفاع ديالنا على القطاع غادي نتحرموا منه الا ما مضيناش، دافعنا على حقنا في الحوار،
ولحقنا في البقاء في طاوله الحوار. طبيعة الحوار. فهمتي؟ يعني لو كان ما مضيناش غادي تنجليجاو كيف تنقولوا صافي. ما غاديش يبقى حتى الحق يعني في ما الجلوس غادي يسمع لك في حتى شي الحوار. واحد وما يعترف بك حتى شي واحد، يعني وانت تماك على انت واحد الأقل كائن أن تحافظ. بحال تشوف شي واحد هبيل دايز هكاك غادي تعتبروا حنا في وسط الساحه. يعني على الاقل ان تحافظ حنا على دافعنا على مكانتك حقنا، في الوزارة. دافعنا على حقنا في البقاء، شدينا لبلاصتنا في طاوله الحوار. هذا ماشي معنيته اننا لم نحن يكن الامضاء نساند هذا يعني القرار. هو ومع هذا القرار، موافقه هذا الوزاره القرار كيف قلت انما وكيف تعرفوا جميع المهنيين وكيف تعرفوا جميع اللي كيزاول هذه المهنه، قرار تعجيزي. حتى ديك الناس اللي مضاو راه عارفين قرار تعجيزي. غير كيف قال السي نجيب لحاجه في نفس يعقوب. الناس مضات تماكين وربما ما عارفين شحال الاسباب، ولكن السبب ديالنا حنا باش مضينا هو اننا تنحافظوا على مكانتنا في طاوله الحوار. السي علال له الشرف وكل الشرف في هذه القضيه هذه، لم يخن احدا ولم يخن يعني حوار. مارسهم حق الحوار ديالنا راه دايز، يعني الحوار ديالنا دايز. وبالتالي كانت الامضاء مع ال 36 هيئه، يعني على الاقل ان تحافظوا على وهذه شوف هذه راه باينه، هذه راه باينه فاش انت كتكون انت فرع وسط 36 ولا 35 واحد العامه مضات وانت عتنفرد، يعني كتنفرد يعني كتقول لهم قسيوني. بالفعل حنا حافظنا على المكان ديالنا في وسط طاوله الحوار. فاش يدوز شي مشروع تنكونوا حاضرين عليه، نعطيو كان المتنافين. الى اين يتجه قطار النقل سي زهير باش ايوا نختموا؟ هذا الشيء هذا سؤال خص الوزاره تجاوب عليه. شكون واقعين حطات هذا الشيء هذا خصها تعرف راسها فين غاديه به. كنتم زهير مسؤولين. كسائق مهني، عندكم زهير رؤية. كسائق مهني تيشوف بان القطاع غادي القطار غادي تزيد يخرج عن السكه من سيء الى اسوء. للاسف الشديد. اذا يعني هذوك الناس اللي يجوا مثلا بغاو يكسبوا كاميو ولا بغاو يديروا مقاوله ولا شي حاجه بعد هذه ينساوها في ظل هذا المشروع هذا ينساها. اضيف على ذلك الناس اللي راها كتمارس دابا المهنه وعندها مثلا 3 طن ونص، ما هضرناش على التسويات ديال الوضعيه ديال الناس ديال الطوناج وداك الشيء. هذوك الناس عاوتاني يكون الله في عوانهم، ما عرفتش كيفاش غادي تكون لهم. وجات بداك البوابه وداك الشيء وسويوا الوضعيه وشي مسائل اللي هي يعني كتبان غير منصفه سوق الشغل في نفس الوقت. فهمتي؟ هذا السؤال هذا راه خصو يتطرح على الوزاره. واش كتشوف بوان داغي فين كاين؟ حيت الوزاره بطبيعه الحال تكون عندها رؤيه مستقبليه، هي جات بتصلح القطاع ولكن ليست بهذا الشكل. الا بغات بهذا الشكل راه خصها توفر هي واحد الشروط، منها الباركينات، منها بزاف ديال التعريفه الموحده، منها بزاف ديال الحوايج. لان ما يمكنش واحد عنده 40 طن تيضرب اللي بغا، وعنده 30 ولا 40 كاميو، وواحد عنده 3 طن ونص تهزو نتايا ل 7 و200 وتعطي واحد لامارش ضعيفه. وباش يكسب هو هذاك الكاميو خصو يكون عنده 3 ديال الكاميوات و50 مليون في البنك، وخصو مثلا يكون عنده واحد هذاك الجيرو اللي غادي يجري عليه داك المقاوله، يكون واحد الملك منزل، ما يكونش ما يختارش، ما يتوقعلوش حادثه مثلا مهدده بالزوال. يعني كيف قلنا هاد الناس اللي مضاو بعدا واحد السؤال: واش قراو هاد الشيء هذا؟ واش قراو هاد الشيء هذا؟ واش مضاو باش يفينيو لهاد الناس هادو اللي هاد المقاولين الصغار؟ واخا حتى الرئيس ديالنا مضى، راه كيف قلت لك مضينا حيت كلشي مضى وحافظنا على حقنا في الدفاع عن الضعفاء فقط. هذا هو اللي كاين. اذا واش قراو عاد مضاو؟ غادي نساليو هذه الحلقه سي اسماعيلي كلمه ختاميه. شكرا لك على قبولك الدعوه سي زهير. شكرا لكم، نتلاقاو بك في حلقه شكرا لكم اللي كتنوروا الراي العام بهذا الحوار ديالكم، انكم مهمين وعندكم العديد من المعلومات فكتفيدونا الساعه اسماعيلي. فشكرا لك. كلمه ختاميه حيت غادي نديروا واحد النقطه بسرعه لحقاش الوقت. المخرج مشكور السي الحسن في الاخراج، راه نشكروه من هذا المنبر، راه كيغوت وكيحيح حيت الوقت ما بقاش عندنا. تجاوزنا الوقت القانوني للبرنامج. غير بغي نشكر السي زهير على الاضافه، وكنت انا كنعول على السي زهير معايا في الجمعيه وكرئيس المكتب الاقليمي ديال الحاجب، كان نعول عليه دائما وداكشي اللي قال كله مشكور عليه. غير واحد القضيه اللي مع الاسف السي زهير غادي نقسمها معاه، هي الناس اللي في الساحه هما ديال المركبات، لا من المركبات النفعيه ولا من المركبات اللي هي طوناج 3 طن و500، راه ما عارفينش هذا الشيء.
وملي كنتحاوروا معاهم كيقول لك من المستحيلات نخرجوا من هذه الساحه. هذا هو المشكل. كنقولوا لهم من هذا المنبر حاولوا تفهموا داكشي اللي كنقول لكم، راه ما كنهضروش غير على الخاوي، لحقاش حنا اللي طلعنا اش كيوقع في القوانين على صعيد الوزراء وعلى صعيد المقام العالي. شكرا سي محمد وتحياتي لك وكنشكرك وتنتمنى لك التوفيق. شكرا لكم متابعينا الكرام، شكرا سي زهير، شكرا سي عبد السلام والسي نجيب اللي كان معنا عبر مكالمه من مدينه توريد. الى اللقاء مشاهدينا الكرام.